هل سمعت بالمبادئ الروحية الأربعة؟ كما توجد مبادئ طبيعية تسيطر على العالم المادي، كذلك توجد مبادئ روحية تسيطر على علاقتك بالله. المبدأ الأول: عن محبة الله، أن الله يحبك ولديه خطة مدهشة لحياتك. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. عن خطة الله قال يسوع: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، حياة ممتلئة وذات هدف. لماذا لا يختبر معظم الناس هذه الحياة الفضلة؟ المبدأ الثاني: لأن الإنسان خاطئ ومنفصل عن الله، فلا يقدر أن يعرف ويختبر محبة الله ولا الخطة التي رسمها لحياته. الإنسان خاطئ إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. الله قدوس، قال الله: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الإنسان منفصل عن الله لأن أجرة الخطية هي موت. الله قدوس والإنسان خاطئ، وتفصل بين الاثنين هوة عظيمة. غير أن الإنسان يحاول باستمرار الوصول إليه تعالى وإلى الحياة الفضلة بجهوده الشخصية، كالأعمال الصالحة والتدين والأخلاق الجيدة والفلسفة وغير ذلك. ولكن كل محاولات الإنسان الذاتية تبوء بالفشل. خلق الإنسان لكي يكون في شركة مع الله، لكن بسبب إرادته الذاتية العنيدة اختار السلوك في طريقه المستقل، فانقطعت الشركة بينهما. هذا الانفصال عن الله هو ما يسميه الكتاب المقدس خطية، ويظهر فيه التمرد على الله، لا مبالاة الإنسان بأمور الله، وأيضا في التقصير في حفظه وصايا الله. المبدأ الثالث: الحل الوحيد. إن يسوع المسيح هو علاج الله الوحيد لخطية الإنسان، وبواسطته وحده يمكنك أن تعرف محبة الله وخطته لحياتك. فالمسيح عجيب في ولادته. لم يكن للمسيح أب بشري، لأنه حبل به بقوة الروح القدس في أحشاء مريم العذراء، لذلك دعي ابن الله. فقالت مريم: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. عجيب في موته. وكما فدى الله ابن أبينا إبراهيم بكبش عجيب عندما أوشك أن يضحي به لله، هكذا افتدى الله العالم كله بالكبش العظيم يسوع المسيح، الذي مات عوضا عنا ليمحو خطايانا. أي أن المسيح بدافع محبته قد حمل عقاب خطايانا، وفي الغد
نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. عجيب في قيامته إن المسيح مات من أجل خطايانا، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم لل12، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ. لذلك فالمسيح هو الطريق الوحيد. قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. أقام الله جسرا فوق الهوة التي تفصلنا عنه، إذ أرسل يسوع المسيح ليموت عنا على الصليب. يسوع المسيح حمل الله القدوس. لا يكفي أن تعرف هذه المبادئ الثلاثة وحسب، أو أنك تؤمن بها فقط، بل المبدأ الرابع: يجب على كل منا أن يقبل يسوع المسيح مخلصا وسيدا له. عندئذ نعرف ونختبر محبة الله وخطته لحياتنا. ينبغي أن نقبل المسيح. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. نحن نقبل المسيح بالإيمان، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال، كي لا يفتخر أحد. نحن نقبل المسيح بدعوة شخصية منا. قال يسوع: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. يتضمن قبول المسيح التحول من الذات إلى الله، ثقة منا بأن المسيح يدخل حياتنا ويغفر خطايانا ويجعلنا كما يريد. لا يكفي أن نقتنع عقليا بتصريحات المسيح أو نختبر اختبارا عاطفيا فقط. للتوضيح، تمثل الدائرتان التاليتان نوعين من الحياة: حياة تسيطر عليها الذات، الذات جالسة على العرش، المسيح خارج الحياة، الأهواء تحت سيطرة الذات المحدودة، فينجم عنها الخلافات والإحباط. حياة يسيطر عليها المسيح، المسيح هو على عرش الحياة، الذات خاضعة للمسيح، الأهواء تحت سيطرة المسيح، فينجم عنها انسجام مع الله. أي دائرة منها تمثل حياتك الآن؟ أية دائرة تريد أن تمثل حياتك منذ الآن؟ في حالة اختيارك دائرة مع المسيح، فيما يلي الكيفية التي بها تقدر أن تقبل المسيح. يمكنك قبول المسيح الآن بالصلاة الواثقة بالله. الصلاة هي محادثة مع الله. الله يعرف قلبك ولا يهمه أسلوبك اللغوي الذي تستعمله بمقدار ما يهمه إخلاصك القلبي. لذا نقترح عليك الصلاة التالية: أيها الرب يسوع، أعترف بأني إنسان خاطئ. اغفر خطاياي،
اقبلني ابنا لك. إنني أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصا وسيدا لي. من اليوم أضع ثقتي بك، تربع على عرش حياتي واجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. أشكرك لأنك سمعت لصلاتي. آمين. هل تعبر هذه الصلاة عن رغبة قلبك؟ إن كان جوابك نعم، صلي الآن هذه الصلاة وسيدخل المسيح قلبك كما وعد. إذا قبلت المسيح مخلصا في دعواك في قلبك، نهنئك لأن حياتك الآن صار لها معنى جديد لكونك قبلت يسوع المسيح كمخلص شخصي لك. يعد الكتاب المقدس بالحياة الأبدية لكل من يقبل المسيح، وهذه هي الشهادة: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. اشكر الله دوما لأن المسيح حال في حياتك، ولأنه لا يتركك ولا يهملك. وبناء على وعده يمكنك الوثوق من أن المسيح حي حال فيك، وأن لك حياة أبدية منذ اللحظة التي تدعوه فيها للدخول إلى قلبك، فهو لا يخدعك. ماذا عن شعورك؟ لا تعتمد على الشعور. أساس الخلاص هو وعد كلمة الله، لا شعورك الشخصي. فالمسيح يحيا بالإيمان، الثقة بأمانة الله وصدق كلمته. يوضح لنا رسم القطار هذه العلاقة بين الحق أي الله وكلمته، والإيمان ثقتنا بالله وبكلمته، والشعور نتيجة إيماننا وطاعتنا. يستطيع القطار السير بعربة الركاب أو بدونها، لكنه من الجهالة استخدام عربة الركاب لجر القطار. هكذا نحن أيضا كمؤمنين لا نعتمد على الشعور والعواطف، بل نضع إيماننا ثقتنا في أمانة الله وصدق كلمته المقدسة. أما وقد قبلت المسيح الآن، فقد حدثت لك أمور كثيرة. دخل المسيح إلى قلبك. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. غفرت خطاياك، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. صرت ابنا لله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. بدأ واضحا الغرض الذي خلقك الله لأجله. وأما أنا فقد أتيت لتكن لهم حياة وليكن لهم أفضل. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نلت الحياة الأبدية، وهذه هي الشهادة: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، لكي تؤمنوا باسم ابن الله. لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.
هل تستطيع أن تفكر بما هو أعظم من قبولك للمسيح؟ ما رأيك في أن تشكر الله الآن بالصلاة على ما فعله لأجلك؟ إن شكرك لله في حد ذاته هو دليل إيمانك به.